كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب الشهر ده بجد تقبل فيه كل طاعاتكم. انا مبسوطه بجد ان انا معاكم رمضان ده، واتمنى انه رمضان الجاي السنه الجايه اكون معاكم برضو. في الحقيقه انا حابه اوضح نقطه مش كل الناس عارفاها. انا يا جماعه مش ميك اب ارتست ولا فاشونيستا، وما ينفعش اقول على نفسي كده لانه اوريدي في ناس مشهوره في المجال ده وبيج نيمز في الكلام ده، فمش هينفع اقارن نفسي بيهم. انا بيجي بلوجر، انا اوريدي عندي شغلي مختلف يعني عن الموضوع ده. انا عامله الصفحه دي ليه او الشانل دي ليه؟ الموضوع ابتدى ان انا كنت يعني انا باخد كورسات ميك اب كتير، وكنت بحب يعني انزل اشتري دايما هدوم كتير، واحب اقول دايما لاصحابي ايه جديد في الموضه وايه الالوان. فالموضوع اتطور بقى، ناس كتير قوي بقت دايما بتيجي تسالني، وناس كتير ممكن مبقاش عارفاها تبعت لي على الواتساب تسالني تقول لي عاليه يا الموضه السنه دي الالوان ايه او كده. فانا شعوري ان انا اساعد الناس وان انا اقول لهم يعملوا كذا وكده، يعني بقيت الموضوع ده بيفرحني جدا. ففكرت طب ليه ما اعملش شانل على اليوتيوب او صفحه على الفيسبوك وكده، واوسع دايره صحابي وكده. ففعلا يعني عملت شانل وعملت صفحه الفيسبوك، بقى في ناس كتير قوي صحابي من الصفحه، وبقينا بنخرج، وناس كتير قوي كانت يعني من كتر ما بيكومنتوا عندي بقيت حافظه اساميهم. فوانتي عايزه تنضمي لشله صحابنا اعملي سبسكرايب للشانل واعملي لايك للصفحه علشان تتابعي كل حاجه، ولازم تتابعي للاثنين، ما تعمليش لحاجه منهم، لان انا فعلا اوقات بنزل فيديوهات على اليوتيوب مش بنزلها على الفيسبوك. وكل سنه وانتم طيبين.